السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونستعين به. اهلا بكم معانا في فيديو جديد وحصري. معانا فيديو النهاردة في مجموعة من اكلات زمان فيها ريحة زمان وريحة امهاتنا الجميلة. بس قبل ما نبدأ ان شاء الله تدعمونا باللايك والشير والاشتراك عشان القناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. حبايبي اللي اشتركوا معايا في القناة مشرفيني طبعا ومنوريني. اما حبايبي اللي لسه ما اشتركوش معايا في القناة، يلا يا جماعة اشتركوا معايا عشان كل وصفاتنا توصل لكم وتوصل لحبايبكم كمان. وصفتنا النهاردة تستاهل بقكم، وصفة صينية البطاطس. النهاردة هعمل في صينيتين من الألمونيوم، معرفش اعمل الا فيهم الوصفتين دول، بيفكروني بأمي وأيام زمان. أول صينية هعمل فيها صينية البطاطس، وتاني صينية هعمل فيها الفراخ المتبلة، وهتشوفوها معايا ويا رب تعجبكم. ولو الطريقة عجبتكم اكتبولي في التعليقات الوصفة اللي تعجبكم، عرفوني عليها في التعليقات يا حبايب قلبي. وخليكم معايا خطوة بخطوة عشان تعرفوا التكات بتاعت زمان اللي كانت امهاتنا بتعملها، والطريقة وريحة زمان واكل زمان وحلاوة اكل زمان. معانا صينية البطاطس ومعانا الفراخ بالتتبيلة بتاعت زمان، ومعانا كمان السلطة الخضراء، ومعانا العيش المحمص، واحلى اكل وبألف هنا. قبل ما نبدأ كده نستعين بالله ونستغفر ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. نبدأ مع بعض كده زي ما حضراتكم شايفين. معانا الفراخ هنسلقها الاول، ناخدها نص سلقة او 3/4 سلقة كده علشان خاطر هنكمل سواها في صينية الفرن. معانا كده بتتسلق، بس اهم حاجة قبل ما تعملي اي حاجة في الفراخ بتغسليها في المحلول اللي قلنا عليه، اللي دايما بنقول عليه المحلول بتاعها، علشان تشيلي منها الزفارة. وبعد كده بتسلقيها في بصلاية وجزراية وحبة فلفل اسود والبهارات اللي تحبيها، لو حابة بهارات فراخ. بس انا هنا حاطه حبه فلفل اسود وبصلايه وجزرايه بس، والفراخ زي ما انتم شايفين كده. عايزين مع بعض ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك. يلا اللي ما اشتركش في القناه يشترك معانا يا حبايب قلبي في القناه بتاعتنا ويشوف كل جديد على القناه بتاعتنا. معاكم كده الفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده اتسلقت وتمام التمام. هنطفي عليها بعد ما تاخد غلوتين 3 كده وتاخد سوا تمام، وننزل بيها في الصينيه. نيجي بقى هنا مع بعض كده لمقادير البطاطس. هنقطع البطاطس زي كده طرنشات، ونقطع البصل طرنشات، ومعانا الصلصة بتاعت الطماطم، ومعانا فلفل اخضر وتوم، ومعانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البهارات بتاعتها، ومرقة الدجاج. اهم حاجة مرقة الدجاج بتعزز الطعم معانا. اهم حاجة ما تنسوهاش يا جماعة، مرقة الدجاج بتعزز طعم الاكل معانا. انا بحب عامة اعملها في كل الاكلات معايا، بحبها مرقة الدجاج. زي ما انتوا شايفين كده البطاطس اهي هننزل بيها بالمكونات بتاعتنا كلها زي ما حضراتكم شايفين معايا كده. نصلي على رسول الله كده عليه الصلاة والسلام. صينية البطاطس انا بحبها في صينية الألمونيا، انا عندي جميع انواع الصواني بس انا بحب البطاطس دايما في الصينية الألمونيا، وخاصة صينية البطاطس دي زي ما حضراتكم شايفين كده معايا. هننزل بالتوابل بتاعتنا والمكونات كلها. ننزل بالفلفل والثومه. الثومه ديت تومه مفرومه، عايزه تحطي راس كامله بتحطيها، انا حاطه نص راس ثوم مفرومه مع الفلفل. والبصل هنا اهو، البصل دوت لو حابه بتحطي له حبه فلفل اسود وبتدعكيه بايديكي وتدبليها، بتبقى تمام التمام معانا. وننزل مع بعض كده بعصير الطماطم، ما بنكترش فيها الطماطم قوي. زي ما حضراتكم شايفين كده هننزل بالبهارات بتاعتنا وبمرقة الدجاج. في ناس بتحب تدعك البصلة مع البطاطس وبتدبل البصلة، بس انا عامة بحب البصلة كده عشان بحب اكلها مع البطاطس. احنا بنحب طعم البصلة كده، يعني تبقى صحيحة كده شوية. انتوا بقى حابين بتدبليها شوية بتدي طعم برضو ونكهة اروع من كده كمان. بتدبليها كده وتهرسيها بايديكي كده بعد ما بتعمليها شرايح، تنزلي عليها بتدعكيها جامد كده، وبتدعكي فيها البطاطس وبتدعكي فيها البصلة والفلفل والتوابل بتاعتنا. حباها زي ما انا بعملها كده برضو، الطريقة دي جميلة بس دي طريقة والدتي انا معتادة عليها. زي ما انتوا شايفين كده هننزل عليها طبعا بالشوربة، دي اهم حاجة.
زي ما حضراتكم شايفين كده التوابل بتاعتنا كلها وكل المقادير بتاعتنا حطيناها، ولو حابه قرن فلفل شطه بتحطيه معاكي. وهننزل عليها هنا كده بكوبايتين الشوربه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتسيبيها على النار تاخد غلوتين 2 بالظبط على النار، يعني تبقى نص سوا، وبتكملي سواها في فرن البوتاجاز، او زي ما انت حابه في فرن كهربا حطي، في فرن البوتاجاز حطي اللي انت فرن خبيز مفيش مشكله، زي ما انت عندك بتحطيها. اهم حاجه بتحطيها في الفرن. عايزه تسويها على البوتاجاز ما عندكيش فرن خالص، سويها وهتطلع صينيه زي العسل برضو. كل اللي عنده مقدره مفيش مشكله يشتغل عليها. معانا كده صينيه البطاطس اللهم بارك زي العسل اهي، وفي الطعم اروع كمان ما شاء الله. الطريقه بتاعت امهاتنا ديت ما بتتعوضش، الطريقه اللي هي العاديه خالص كده اللي هي بطبيعتهم كده ما فيهاش اي تكات ولا حركات ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ اتسلقت وانا نشلتها من الشوربه بتاعتها. ومعانا مقادير صينيه الفراخ اللي هنعملها مع بعض. المقادير معانا هنا اهي: الطماطم متقطعه جوانح، والفلفل والبهارات والفلفل الاخضر، وشرايح البصل الجوانح اهو، ومعانا برضو الفلفل الالوان دوت، دي اساس الوصفه بتاعتنا الفلفل الالوان. بس زمان كانوا بيحطوا الفلفل الاخضر بس احنا طبعا فلفل الالوان دوت انا بصراحة بحبه جدا في الاكل وبفرزه، هتلاقيه عندي دايما متفرز. لما السعر بتاعه بيبقى سعره مناسب وقليل بجيب كمية منه وبحطها في الديب فريزر بخزنه. عايزيني اخزن معاكم الخضروات اكتبولي في التعليقات ونعمل يوم كامل لتفريز الخضروات مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده الوصفة بتاعتنا هتطلع زي العسل بإذن الله وتستاهل بقكم. جربوا الوصفة معايا ومش هتندموا. على فكرة الوصفة ديت بيعتمدوها دلوقتي الشيفات الكبار في الأفراح مع اللحمة ومع الفراخ، وهتلاقوها أحلى طريقة بتتعمل مع اللحمة والفراخ. صينية البطاطس أنا طفيت عليها كده نص سوا عشان أكمل سواها في الفرن مع صينية الفراخ. جبت طاسة على النار زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنزل عليها بمعلقة سمنة بلدي. اول ما احط معلقة السمنة البلدي تسيح وتسخن معايا كويس، هنزل عليها على طول بالبصلة بتاعتي وادبل البصلة بتاعتي فيها. اهم حاجة الخطوة ديت، خطوة ان انت تدبلي المكونات بتاعتنا كلها قبل ما بتحطيها في الفرن. لازم ندبل مكوناتنا كلها وعليها كمان كوباية الشوربة ندبلها ونظبطها، وبعدين نحطها في الصينية وبعدين ندخلها الفرن. ما ينفعش تعمليها ني في ني لانها هتطلع معاكي مش حلوة خالص. لازم ناخدها تشويحة، وتشويحة تمام، وتشويحة محترمة كمان، يعني تشوحيها قوي وتظبطيها عشان خاطر التشويحة ديت هي اللي بتديك النكهة بتاعة الاكل المظبوطة. جربي وشوفي وخشي على اي مواقع وهاتي اكل الشيفات اللي هم بيعملوا اكل الافراح هتلاقيها تقريبا بنفس الطريقة دي. معانا هنا نزلنا بالسمنة وحطينا عليها البصلة. هندبل البصلة كده زي ما حضراتكم شايفين، هندبل البصلة معاها جامد، يعني منسيبش البصلة كده صحيح، لا احنا بنقعد نفككها من بعضها كده ونشوحها، نفكك كل الحلقان دي كده ونشوحها تشويحة مظبوطة وتمام علشان خاطر تبقى معانا طرية وجوسي كده، ما تبقاش ناشفة كده تحت البق ومقرمشة، لا تبقى طرية كده خالص معاكي وتبقى حلوة. تقدري تغمسيها بالعيش، تقدر. احنا عامة اكلتنا النهاردة هنغمسها بالعيش، مش هنعمل معاها رز. حابين الناس اللي بتحب الرز تعمل مفيش مشكلة، هتبقى خلطة برضو ملهاش حل مع الرز. بتتحط على الرز في الافراح، بيتعمل الرز البسمتي وبتتحط على الرز، ما اقولكيش على جمالها. جربي يا ستي ومش هتندمي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي البصلة كده معانا، هنقعد نقلب فيها لحد ما تدبل خالص، وهننزل عليها بباقي المكونات بتاعتها. هننزل بفلفل الالوان معانا، وهننزل برضو بالفلفل الاخضر. بس زمان انتوا عارفين كانت امهاتنا برضو يعني الدنيا كانت على القد، فكان الفلفل الاخضر بيسد معاهم في المواضيع دي. يعني الوصفة دي مش وصفة النهاردة ولا وصفة افراح زي ما طلعت دلوقتي، لا ده الوصفة دي من زمان اهالينا بيعملوها.
بس احنا طبعا زاد معانا الفلفل الالوان والبهارات والحاجات اللي طلعت جديد دي، فطبعا كل دوت بدأنا ايه نزود بيه اكلتنا. احنا معانا هنا هننزل بالفلفل الالوان. انا ده متفرز عندي، عندك فريش حطي مفيش مشكله، انا بحب وتكتري في المكونات مفيش مشكله. يعني لو حبيتي الخلطه بعد كده بتكتري منها وبتغمسيها، بتعمليها تغمسيها بعيش، تاكليها برز زي ما تحبي. احنا عامه بنحب العيش فيها. هننزل عليها كده نفككها كده من بعضها ونفكها خالص، وننزل عليها على طول ببقية المكونات بتاعتنا. هي كل ما تدبل معاكي هتلاقيها كل ما تنزلي السوائل بتاعتها هتطلع معاكي وهتسوي معانا كل المكونات في بعضها. هننزل بقى ببقية المكونات مع بعضنا كده. هننزل بالفلفل الاخضر معانا، وهننزل برضو بالطماطم. كله هيبقى مع بعضه، كله هيستوي مع بعضه، والسوائل بتاعتها كلها هتسويها. وبقيت تسويتها هنسويها مع الفراخ عشان الفراخ تشرب من التتبيله. ويا سلام بقى لو كانت لحمه كانت هتبقى اطعم واطعم، بس انا النهارده عملتها بالفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده. صينيه البطاطس اللي زي العسل بتاعتنا اللي خلصت ديت هتخش على طول على الفرن، وان شاء الله اكلتنا النهارده تفيدكم وتستفيدوا منها. ما تنسوش يا حبايب قلبي لو عجبكم الطريقه تدعمونا وتفعلوا زر الجرس والاشتراك علشان خاطر القناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. نزلنا عليها هنا بالفلفل الاخضر زي ما قلت لكم، وهننزل عليها برضو بالطماطم بتاعتنا، وهنقلب كل المكونات في بعضيها. ومش هننسى برضو حبة الفلفل الاسود اللي بيدوا احلى طعم للفراخ او اللحمة. هنقلبها كويس كده وندبلها زي ما شفتوا السوائل وريتها لكم وانا بقلب كده، السوائل بتاعتها بتنزل اهي. هننزل هنا برضو اهو بالطماطم اهو زي ما قلت لكم. نزلنا هنا بالطماطم وقلبنا، وهنشوف بقى ايه البهارات بتاعتنا بقى، التوابل بتاعتنا. لو حبيت تحط لها بهارات وتوابل حطي، بس انا حطيت حبة فلفل اسود وقلبت معايا لحد ما الخلطة بتاعتي التتبيلة بتاعتي كلها بقت زي الفل. نزلنا هنا اهو حبة فلفل اسود، حبة بابريكا، حبة كبابة صيني. حابة انت تحطي تضيفي حاجة تاني تضيفي، بهارات لحمة تضيفي، بهارات فراخ تضيفي. لو عاملة لحمة ضيفي بهارات لحمة، عاملة فراخ ضيفي بهارات فراخ. بس انا استكفيت بدولت علشان خاطر هي التتبيلة ما شاء الله مش هتحتاج مني اكتر من كده. النكهة بتاعتها هتبقى بالمكونات دي زي العسل. وهنضيف برضو عليها برضو مكعب مرق الدجاج عشان دوت بيعزز الطعم بتاعنا، بيخلي طعم الاكل بصراحة اللهم بارك. حابة نعمل مرقة الدجاج مع بعض في البيت نبقى نعملها في مرة كده مع بعض في فيديو مخصوص نعمل فيه مرقة الدجاج مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده نزلنا بمكعب مرقة الدجاج وهنقلبها لحد ما تطرى معايا خالص، وانزل بنصها في الصينية والنص التاني فوق الفراخ او اللحمة. هننزل برضو اهم حاجة في الموضوع ده كله كوباية الشوربة اللي هتطري معانا وهتدي معانا الطعم اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. هنزل معاكم بكوباية الشوربة وهسيبها كده تاخد غلوة مع بعضها والطعم ياخد من كله، كل المكونات تاخد من طعم بعضها كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي كده. والله اهم حاجة تكوني بتعملي الحاجة بحب، اهم حاجة اكل شرب شغل اي حاجة، كل ما تعملي اكلتك بحب تطلع معاكي ناجحة وجميلة. تعمليها وانتي مستربعة ومتنرفزة ومش طايقة ومش عارفة ايه، كل حاجة هتطلع منك مش حلوة ومش هتديك النتيجة اللي انتي حباها. اعملي الحاجة بمحبة بحب، اي حاجة تعمليها اعمليها بحب. حتى شغلك لو ما بتحبيش شغلك اعمليه باخلاص وبحب، هتلاقي نفسك انتي نفسك سعيدة. بتعملي اكل اعمليها بحب هتلاقي نفسك برضو مبسوطة وسعيدة. اي حاجة بتعمليها بحب هتلاقيها معاكي طلعت زي العسل ان شاء الله. سواء اكل سواء خروجة سواء شغل اي حاجة في دنيتك صلاة عبادة استغفار، اي حاجة بتعمليها من قلبك بحب هتطلع معاكي نتيجتها هتبقى مبهرة. غير كده هتلاقي الحاجة معاكي انت نفسك هتلاقي نفسك مقلقة، في اكل مش هيطلع مظبوط، في شغل هتلاقي نفسك متعقدة منه،
في صلاة هتلاقي نفسك بتتصربعي، في ذكر الله هتلاقي نفسك متصربعة. نعمل الحاجة يا جماعة بحب. زي ما حضراتكم شايفين كده انا نزلت بنص المكونات في الصينية، والنص التاني هنزل عليه على الفراخ على طول. والصوص بتاعها زي ما انتوا شايفين كده اهو في الطاسة كده. يا ريت توزعيها كلها على الفراخ. حاولي تكسي الفراخ كلها بالتتبيلة بتاعتنا. يعني غطي كل الفرخة كده اهو زي ما انتوا شايفين الفراخ كده، غطيها كلها بالخلطة بتاعتنا دي، وهنخش بيها على الفرن على طول. ولو عندك ورق فويل غطيها الاول تتشرب منها، وبعدين دخليها الفرن. اول ما تدخل الفرن تاخد معاكي شوية، وبعدين بتشيلي الورق وبتحمري الوش بتاعها. نكسي كده زي ما احنا شايفين كده، نغطي كل الفراخ بتاعتنا بالتتبيلة، ما نسيبش اي جزئية فيها خالص، عشان احنا عايزينها تتشرب التتبيلة بتاعتنا وتدي طعم ونكهة للفراخ بتاعتنا. برضو حابة تعمليها كده وهي نية مفيش مشكلة برضو، بس بتحط لها كوبايتين شوربة وبتقفلي عليها كويس بالورق الفويل، وبتحطيه كويس وبتغطيها وبتدخليها الفرن لمدة ساعة او ساعة ونص. لكن دي كده بتبقى سهلة، ما بتاخدش معانا ربع ساعة، وبتطلعيها من الفرن. برضو بتغطيها بالورق. لو حباها تتشرب قوي، مش حباها بتسيبيها 10 دقايق ربع ساعة وبتطلعيها، بتبقى محمرة معاكي من على الوش. وبننزل عليها كده على الصوص بتاعنا بمعلقة سمنة بلدي، عشان خاطر تدي طعم وريحة للفراخ بتاعتنا. وبكده خلاص خلصنا الصينية بتاعتنا اللي انا بقوله ده. معلش يا جماعة. كده يبقى خلصنا الوصفة بتاعتنا ديت، وهندخلها على الفرن على طول. وبكده خلصت معانا الصينية التانية، صينية الفراخ، هنحطها في الفرن. وهنحط كمان صينية البطاطس، وهنطلع احلى صينيتين اللي امهاتنا كلها علمونا نعملهم باحلى طريقة وباحلى تركاتهم، اللي هم اصلا كانوا بيعملوها بالطريقة السهلة العادية المبسطة خالص. وزي ما انتوا شايفين كده الالوانات والحركات وكل حاجة في الصينية تفتح النفس، تستاهل بقكم يا جماعة. اللهم بارك، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين كده خلصنا الوصفتين بتوعنا وطلعناهم من الفرن، وعملنا حبة سلطة خضرة تستاهل بقكم. ومعانا العيش، اهم حاجة العيش المفقع الجميل ده بتاع زمان اللي كنا نحطه وناكل منه ما نشبعش. معانا صينية الفراخ اهي زي ما قلتلكوا بتتشرب خالص، بصي بقى بتاكلي احلى صوص منها بقى. بصي ما تشبعيش، ما اقولكيش على جمالها وعلى طعمتها. وصينية البطاطس الجميلة دي اللي امي الله يرحمها كانت بتعملها. صينية بصراحة كنا بناكلها بالعيش المحمص، يا اما نحمص عيش في الفرن وناكل. وبكده تبقى اكلتنا خلصت. ودعمونا وما تنسوش دعواتكم الحلوة لينا. واهم حاجة تشتركوا في القناة، ما تنسوناش تشتركوا في القناة بتاعتنا عشان يوصل لكم مننا كل جديد. يلا يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة بتاعتنا، ويقول لحبايبي واشتركوا في القناة بتاعتنا علشان تشوفوا اجمل الاكلات واحلى الوصفات واحلى الخروجات واجمل المطاعم واحلى الخروجات معانا هتشوفوها، واجمل وصفات الاكل هتلاقوها على القناة عندنا هنا. زي ما احنا شفنا كده اكلنا حصري، اكل زمان من ريحة زمان وايام زمان. ربنا يرحم الناس اللي ماتت ويبارك في الناس اللي عايشين من اهل زمان بتوعنا، اهالينا وحبايبنا وجيراننا واصحابنا واخواتنا. ندخل بقى كده على وصفتنا بتاعت زمان برضو ايام زمان. هنجيب مع بعض ديك شمرت كده من اللي قلبك يحبه، ونجيب بصلتين ونفرمهم ناعم، وننزل عليهم بحبة ملح وحبة فلفل اسود، ونحشي مع بعض الديك بتاعنا الصغنطوط الشمرت دوت، نحشيه بالبصلة والفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. همسك الفرخة واوركها، احنا بنقول عليها كده بس هي انتي بتفتحيها من صدرها ومن الجناب، اسمها بورك الفرخة او الحمام. بنوركه كده وندخل ايدينا نفتح خالص الصدر عشان نحشيه زي ما بوريكي كده في الكاميرا. بتفتحيها كده كويس،
وبتنزلي على البصلايه دعك 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 وتدبليها خالص وتطريها خالص معاكي، علشان خاطر ما تبقاش صحيحه كده، لا تبقى دبلانه كده وتبقى طريه كده وتبقى ليها صوص جميل وجبار. هنحشي كده الفرخة بتاعتنا من جميع النواحي، من جوه ومن بره ومن تحت الجلد كده، وتدخلي كل الحشوة بتاعتك كده في قلبها من جوه، علشان خاطر الصوص بتاع البصلة نفسها بيدي ريحة وطعم للفرخة. جربيها مش هتندمي. على فكرة دي اكلات الناس الجميلة بتاعت زمان، كانوا لما بيحبوا يحشوا الفرخة كانوا يحشوها بالبصل او بالرز، بس كانت حشوتهم الاساسية للفراخ لو هيعملوها صحيحة كانوا بيحشوها بالبصل. الله يرحمك يا امي ويرحم ايام زمان والناس بتاعت زمان، وستي برضو الله يرحمهم جميعا. الناس بتاعت زمان ديت كان ليها في الاكل بصراحة طرق ووصفات، بصراحة هي مش موجودة دلوقتي. الطرق بتاعتهم بصراحة يعني اللهم بارك، تاكلي وتشبعي بصراحة بنفس، وليها ريحة للأكل وليها نفس زي ما بيقولوا كده، مش ريحة لأ ده النفس، هما كانوا دايما يقولوا على الأكل نفس. زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي، وكل واحدة فينا ليها نفس جميل للأكل، وأولادها بيحبوا أكلها، إخواتها بيحبوا أكلها، فطبعا كل واحد فينا ليه نفسه في الأكل. بس أهم حاجة تدي كل حاجة حقها. والله ده أكل زمان كان بيتعمل بالبركة، ما كانش زي دلوقتي خالص ندور احنا عايزين نعمل الأكلة الفلانية بإيه وكده. ده الأكل بتاع زمان، اعمليه وجربيه هتحسي بنفس أكل الناس كلها بتاعت زمان، اللي كنت بتشمي ريحة أكلها من آخر الدنيا. الوصفات بتاعتنا النهاردة وصفات اكل زمان. زي ما حضراتكم شايفين كده انا حطيت الفرخة في قلب الشوربة وهسيبها تغلي، احط لها بس شوية فلفل اسود وبصلاية صحيحة. نيجي مع بعض بقى الاحلى سلطة، سلطة الزبادي. زمان كانوا بيعملوا سلطة الزبادي زي الطريقة اللي انا بعملها لكم ديت، بس كانوا بيعملوها زبادي وعصرة ليمون وفص ثوم. طبعا احنا افتكاساتنا الجميلة حطينا لها الخيارة اللي انتوا شايفينها ديت. بشرنا الخيارة معاكم زي ما حضراتكم شايفين كده، بشرنا الخيارة كاملة، عايزة تقشريها قشريها. ونزلنا في بولة بكوبايتين زبادي كده، حبة كوباية زبادي كبيرة من الكوبايات اللي هي الحجم الكبير حطي، حبة كوبايتين من الوسط ده حطي. احنا معانا هنا كوبايتين زبادي، وهننزل عليهم ببشر الخيار. عايزة تعصريه عصريه، عايزة تحطيه بميته حطيه، بس انا بحطه زي ما هو كده اهو زي ما انتوا شايفين كده، بحطه بحالته كده. دي خيارية واحدة بس، دي بقى الافتكاسة الجديدة اللي نزلت جديد، لكن زمان ما كانش بيحطوا لها خيار، او والدتي عامة ما كانش بتحط لها الخيارية دي، كانت بتعمل زبادي بفص توم كده وعصرة ليمون. هننزل عليها برضو كده بمعلقة زيت زيتون، بتعزز طعمها وبتدي زيت الزيتون بالذات على اي سلطات، هتلاقي طعم السلطة معاكي وهم. والزيت الزيتون عامة صحي جدا جدا في جميع الاكلات، بس في السلطات ليه طعم مميز، في السلطات بيديكي طعم اللهم بارك. نحاول دايما يا جماعة نخلي في بيتنا ازازة زيت زيتون نستخدمها دايما للسلطات معانا، او لجبنة نرشها على الجبنة بابا غنوج، كل الحاجات اللي بتحتاج معانا حاجات على البارد بنحط لها حبة زيت زيتون. هننزل مع بعض كده بالثومة المفرومة وحبة ملح بكمون وكزبرة كده، ننزل عليهم كده اهو، ونضرب بقى ضربة كويسة بالمضرب بتاعنا او شوكة، مش مستطاع عندك مضرب بشوكة زي زمان كده كانوا اهالينا كده بيمسكوا الشوكة كده ويضربوا بيها الزبادي ويضربوا بيها الكيك ويضربوا بيها الكريمة، وكانوا كل حاجة بيشتغلوها بايديهم. نضرب كده ضربة كويسة معانا، واهم حاجة يا جماعة زيت الزيتون، يا ريت كلنا يبقى كل واحد فينا في بيته ازازة زيت زيتون. ده زيت الزيتون ده بالذات شفاء، زيت الزيتون شفاء، زيت الزيتون شفاء والله العظيم، بركة في البيت. رجلك وجعاكي تدهني منه، للاكل هتاكلي منه، اي حاجة بصي هو مفيد في كل حاجة، في كل حاجة زيت الزيتون مفيد. حاولوا على قد ما تقدروا تبقى ازازة زيت الزيتون دي في بيتك، لشعر ولادك مفيدة، اي حاجة زيت الزيتون ده شفاء.
بنعصر عصرة كده من الليمون ونضرب ضربتين كده جامدين وننزل بيهم في بولة تانية. انا والله يا جماعة بكلمكم بجد عن زيت الزيتون دوت، بينفع كمان للناس اللي بتعمل دايت ما تستخدمش اي دهون تانية وتستخدم زيت الزيتون. زيت الزيتون صحي جدا لكل الناس اللي تعبانة، عندها سكر، عندها اي تعب قلب، اي حاجة، زيت الزيتون مفيد جدا ليهم. من افيد الحاجات اللي موجودة في الزيوت بالذات زيت الزيتون. كلنا طبعا عارفين المعلومات ديت ومفيش غنى عن زيت الزيتون في البيت. زي ما حضراتكم شايفين كده هننزل في البولة بتاعتنا بسلطة الزبادي، وكده نكون خلصنا اكلتنا. زي ما حضراتكم شايفين كده حمرنا الفرخة في الفرن، دخلناها على طول على الفرن، وعملنا معاها سلطة الزبادي، وقطعنا سلطة خضراء، وكان عندنا حبة كسكسي كده عملناهم بمعلقة سمنة بلدي. ودي الملوخية طبعا اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، وهعملها لكم تاني في الفيديو هنا عشان تشوفوا الطريقة بتاعتها بكل تفاصيلها وتكاتها وحركاتها. يلا مع بعضنا كده دعوة حلوة منكم، وتدعمونا باللايك والشير. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد، والقناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. دعوة حلوة كده، ونصلي كده على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونستغفر كده. بصوا الطشة بتاعت الملوخية يا جمالها يا جماعة، والله جميلة. والسلطة الخضراء وحبة شوربة بقى فراخ شامورت صغيرة كده، ما اقولكيش على الطعم. دول كانوا حبة كسكسي عندي كده، رحت مشوحاهم بمعلقة سمنة بلدي. ودي سلطة الزبادي اللي انا عملتها معاكم. ودمتم بخير. وكده خلصنا الاكلة الجبارة بتاعتنا بتاعت زمان واهل زمان واكل زمان الجميل الطعم. انا دايما بفكركم بزمان عشان دي فعلا اكلات زمان، يعني دي ما فيهاش اي افتكاسات خالص، الاكل الطبيعي العادي خالص اللي اي ست بيت تقدر تعمله. عروسة جديدة لسه بتتجوز جديد وداخلة جديد، دنيا جديدة، بيت جديد، هتعمل الاكلات ديت بسرعة وسهلة جدا عليها، ومش هتحتاج ان هي تروح تدور هتعمل اكل ايه النهارده. لا، ده هي خلاص هتتحط في مخها على طول الطريقة وهتعتمدها معاها على طول. نيجي بقى مع بعض كده للوصفة الجبارة، المحشي الجبار بتاعنا بكل تكاته وحركاته، بتاعت زمان وايام زمان، وجماله وريحته اللي بتملى الشارع معانا. شوف بقى مع بعض كده مقادير المحشي بتاعنا الجميل بتاع النهاردة ده، ونشوف حكايته ايه. المحشي ده بتاع زمان ده شكله ايه وطعمه ايه وحكايته ايه. مع بعض مقاديرنا كده زي ما حضراتكم شايفين كده يا حبايب قلبي. معانا ورق عنب، هنعمل النهاردة ورق عنب، ومعانا صلصة متسبكة تسبيكتك العادية خالص اللي بتعمليها لأي أكلة. للبنات الجديدة اللي مش عارفة التسبيكة، بصلاية عليها فص توم وبتقليها التقلية العادية خالص، وبتنزلي عليها بالطماطم وتوطي النار، ونص معلقة سكر كده، وتسيبيها تاخد وتدي معاكي لحد ما تنزل خالص وتقل معاكي خالص. وبكده يبقى هي دي صلصتنا المتسبكة. ومعانا يا حبايب قلبي بصلة مفرومة عليها قرن فلفل حامي او بارد. لو انت معكيش اطفال صغيرين بتحطي قرن فلفل حامي، معاكي اطفال بتحطي بارد او زي ما تحبي اللي انت حباه بتحطيه. ومعانا يا حبيبة قلبي هنا 2 طماطم مبشورين، يعني بتبشري طماطميتين. ماشي يا حبايب قلبي. ومعانا خضرة المحشي، وطبعا خضرة المحشي طبعا بنكتر فيها على قد ما نقدر. كل ما تكتري في خضرة المحشي كل ما يطلع معاكي لذيذ وطعم. مع بعضنا كده بقى نشوف بقى الراعي الرسمي بتاعنا ده بقى بتاع العزومات وبتاع المناسبات، والبط بقى وجمال البط وحلاوة البط، يا جماله يا جماله بقى، ما اقولكيش عليه وعلى حلاوة البط بقى. ده يتقال في شعر. زي ما انتوا شايفين كده هنجيب البطايه ننضفها وفي حله كبيره كده ونقوم سلقينها وما فيهاش اي افتكاسات. زي ما احنا شايفين كده هنبدأ بقى نعمل مع بعض خلطة المحشي الجبارة. هننزل مع بعض نغسل الرز بتاعنا حسب الكمية اللي انت بتعمليها، وبتنزلي عليها بالبصلاية المبشورة كده والطماطماية، وتفضلي تقلبي لحد ما الرز كله يتشرب من من التوابل والخلطة بتاعتنا. لازم تشربيه اهم حاجة من البصلة والطماطماية المفرومة دي.
ما تنسوش يا حبايب قلبي، هو دوت اللي بيعزز طعم الاكل معانا. التركات والحركات دي اللي احنا دلوقتي اصلا نسيناها، وهي دي اصلا كل ده بتاع زمان، كل دوت اهالينا كانوا بيعملوه. بتنزلي عليها كده تشربيها جامد منها. واهم حاجة كمان الحركة دي يا جماعة، حبة الكزبرة الناشفة دي اهم حاجة. حبة الكزبرة الناشفين دولت بيدوا طعم بقى للرز ما اقولكيش، مش هتستغني عنه ابدا. نديله تقليبة كده كويسة يا جماعة، تقليبة كده محترمة، نقعد نقلب فيه كده لحد ما كله يتشرب مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. نقلب كويس جدا جدا. وهننزل بخضرتنا الجميلة، كتري في الخضرة على قد ما تقدري. المحشي ده بالذات روح الخضرة، كل ما تديله خضرة كل ما يديكي طعم ونكهة مميزة وريحة بقى ما اقولكيش. اللهم بارك، يعني الناس هتشم ريحة المحشي. نيجي بقى نقلب الخضرة كده كويس مع الرز زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان التتبيلة كلها تاخد مع بعضها كده وتتجانس كل الخلطة كده مع بعضها. هننزل بقى بالتسبيكة بتاعتنا. اهم حاجة التسبيكة بتاعتنا تبقى هادية عشان الخضرة بتاعتنا ما تتبلش. في معلومة يا جماعة، الخضرة ما بتتحطش خالص على النار، عشان الخضرة لما بتتحط على النار بتتبل. الخضرة دايما بتحطيها في الاخر خالص لما تيجي خلاص هتحشي. ننزل مع بعض كده بالتسبيكة. انا عاملة كمية تسبيكة كبيرة شوية عشان خاطر ايه حسب ما هعمل، واللي بيتبقى بحطه في الفريزر. بنزل كده بالتسبيكة بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده. هنقلب كويس كده التسبيكة بتاعتنا كده مع الخلطة بتاعتنا. متنسوش يا جماعة اللايك والشير والمشاركة معانا عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وتشوفوا معانا اكلات زمان واكلات دلوقتي واكلات المطاعم. كل اللي انتوا تحبوه هتلاقوه على القناة عندنا. نقلب كويس كده مع بعض كده يا جماعة. خلطتنا هتبقى جاهزة على الحشي على طول. هنحشي على طول كده ورق العنب، وانا كنت مطلعة ورق كرنب كمان عشان لو اتبقى معايا رز هعمل كمان حلة كرنب معاكم، ويبقى معانا حلة ورق عنب وحلة محشي كرنب. الاتنين هنعملهم مع بعض ان شاء الله لو اتبقت معايا خلطة. والراعي الرسمي بتاعنا البطية الجميلة اللذيذة الطعمة ديت هنحمرها واوريكم الصوص اللي احنا هنحمر بيه البطية كمان. زي ما انتوا شايفين كده الخلطة منظرها اصلا يفتح النفس وهي نية، يعني تتاكل نية زي ما بيقولوا. اللهم بارك، تستاهل بقكم الاكل كله بصراحة، يستاهل بقكم. يا ريت كل اللي يجرب الخلطة وتعجبه دعوة حلوة لوالدتي الله يرحمها ويغفر لها ويسامحها. معانا هنا ورق العنب اهو. الكاميرا على الخلطة بصراحة عيني مش عايزة تتشال من عليها، ولا الراعي الرسمي بتاع المناسبات وبتاع الافراح وبتاع العزومات. اللهم بارك. خلطتنا الجبارة. معانا الخلطة اهي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. خلطة معانا بصراحة تفتح النفس. اللهم بارك. هنحشي مع بعض ورق العنب وارجع لكم. شفتوا السرعة، حشيت لكم ورق العنب وجيت على طول ازاي. يلا مع بعض بقى كده ننزل على طول بكوبايتين شوربة. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت بكوبايتين شوربة وعصرة ليمون ومعلقة صوص الرمان. اهم حاجة معلقة صوص رمان يا جماعة عشان بتعزز طعمه شوية. وهنحط الطبق الصيني دوت عشان خاطر ما يفكش معانا ولا صابع من الحلة. بتحطي زي كده طبق صيني وعليه الغطا وتاخد غلوتين وتوطي النار. مش عايزة تكتري الشوربة كده بتقللي فيها شوية. انا كمان سرحت مني شوية، بس انا بقلل شوية عن الكمية دي، يعني بتقللي شوية كمان قد صابع كده، يعني مش على وش الحلة كده كمان، لا اقل صابع كمان. بتقللي شوية الشوربة عشان خاطر ما يفتحش معاك. هو اللهم بارك كده كده ما فتحش معايا، يعني هو طلع اللهم بارك زي الفل. زي ما حضراتكم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستغفر الله ونذكر الله دايما واحنا واقفين كده عشان البركة كده. ربنا يبارك لنا في اكلنا وفي شربنا وفي حياتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. زي ما حضراتكم شايفين كده المحشي معانا استوى اهو. خلصنا عليه خالص اهو زي ما انتوا شايفين كده خلصناه ومفيش حاجة اتفكت معايا.
والورق معايا كله زي ما انتوا شايفين كده. انا صح الصوابع طلعت مني كبيرة شوية عشان خاطر الورق كان صغير قوي، كنت بحط ورقتين مع بعضيهم كده. ومعايا هنا كمان ورق الكرنب اللي قلتلكوا عليه، كل دوت كنت مفرزاه يا جماعة، والله العظيم كان عندي متفرز في الفريزر. لو حابين اعمل لكم يوم كده عن التفريز اكتبولي في التعليقات، انا بقولها لكم كذا مره عشان ما انساش. اللي حابب يكتب لي في التعليقات ونعمل يوم للتفريز بتاع الخضروات. وهنا كده برضو بعد ما خلصنا ورق العنب انا بجيبهم لكم اهو على الكاميرا. هو الورق يعني نعم ما شاء الله جميل، بس هو طلع صغير فطلع كبير مني شويه الصوابع بتاعته، بس زي العسل وطعمه زي العسل. نزلنا هنا على الحله بتاع الكرنب بنفس الطريقه، بننزل بطبق صيني اللي انا بقوله ده بنزل بطبق صيني زي ما انتوا شايفين كده، ونحط عليه الغطا على طول وياخد غلوتين، ونوطي عليه النار عشان ما يفكش معانا. بصوا جمال وحلاوة بقى ورق العنب كده، بصوا الطعامة والحلاوة بقى، بصوا مفيش ولا رزاية معجنة، والصابع زي ما انتوا شايفين هو مفيش واحد مفكوك. بصوا اللهم بارك، انا مش عارفة امسكه عشان سخن، بس زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اللهم بارك. الرزاية حمرا من جوه وزي العسل ومش ملبكة خالص. ما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك والشير والاشتراك. سخن خالص اهو على ايدي زي ما انتوا شايفين كده، مش عارفة امسكه خالص، بس انا حبيت اوريهولكوا هو لسه نازل من على النار، وهو لسه زي ما هو كده عشان تعرفوا ان هو فعلا ما فيش ولا واحد فيهم معجن. ومن على وش الحلة مش جايباه والله، ده من على وش الحلة زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، اعملي بنفس الطريقة ودعوة حلوة لاختكم كده من قلبكم. بصوا الكاميرا جايبه لكم ازاي، بصوا شايفين جايبه لكم في الكاميرا ازاي. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اعملوا بنفس الطريقة ومش هتندموا. خلصنا مع بعض كده الكرنب وورق العنب والراعي الرسمي بتاعنا بقى البطاية الجبارة ديت بقى اللي تستاهل بقكم. اعملوها وجربوها ومش هتندموا. اعملوها كده وقولوا لي رأيكم في التعليقات في الأكلة الجبارة ديت وذكر البط اللذيذ الجبار ده. واعملوا واعزموا حبايبكم واعزموا اهاليكم واعزموا اخواتكم واعزموا نسايبكم. خلوا يا جماعة ريحة زمان ترجع لنا تاني، الناس لما كانت بتعزم بعضها، الناس لما كانت بتحب بعضها، نرجع تاني زي زمان نعزم بعض ونحب بعض ونقدر بعض. بلاش نحط في قلوبنا الغل والحقد والحسد والغيرة اللي دمرونا ودمروا قلوبنا ودمروا الناس من حوالينا. كل دوت يا جماعة والله ده شر، ده قلة دين. لازم نراعي ربنا ونحط في قلوبنا كده الإيمان والتقوى والدين. أهم حاجة أهم حاجة صلاتك استغفارك، تراعي ربنا في اللي قدامك. لو ملكي جار ما عندوش لقمة اعتفي عليه واديله، لو تعرفي مسكين ساعديه، لو تعرفوا حد محتاج اديله. كل دوت يا جماعة بيجي علينا والله بالخير. الحسنة الواحدة ربنا بيبعتها 10 أمثالها. عارفين يعني ايه 10 أمثالها؟ يعني بيجيلك 10 أمثالها. يعني انت لو طلعتي طبق حاجة ربنا بيرزقك قصاده ب10. يعني ما تستخسريش في اللي قدامك، ما تستخسريش في أهلك، ما تستخسريش في ناسك، ما تستخسريش في ولادك. أهم حاجة ولادنا يا جماعة، ما نستخسرش فيهم حاجة. أهالينا اخواتنا أهالينا كلهم عامة. يعني تقولك حماتي اديها ما فيش مشكلة، اللي تقولك اختي اديها ما فيش مشكلة. ايه المشكلة يا جماعة؟ ما نحقدش ونغل على بعض، ما فيش مشكلة. كل دوت بيرجع عليكي بالخير، بالعكس والله يا جماعة كل دوت بيزيد محبة في قلوب الناس وفي قلوب بعضيكم. كل دوت بيخلي خير كده بيتزرع جوه قلوبكم. لكن حتة ان انت ده هيحسدني لا مش هعمله، لا ده هيعملني لا مش هديله، لا ده هيعملني لا ادي وربنا هيبعتلك الخير والرزق. هو صح ربنا بيقول عليكم بالكتمان، عليكم بالكتمان فعلا في امور انت هتعمليها، في حاجة انت راح تعمليها. لكن في لقمة زي كده انت اكلتي واكلتي اللي حواليكي او اديتي اللي حواليكي مفيش مشكلة. اللقم بتمنع النقم ايا كان انت هتديها لمين. لو هتدي طبق لفقير ربنا هيمنع عنك كل وحش. لو هتدي طبق لحماتك لمامتك لاختك لجارتك لسلفتك لاخت جوزك لاي حد، اللقم بتمنع النقم ايا كانت. دخل عليكي طفل اكليه، دخل عليكي حد اكليه، كل دوت هيمنع عنك كل حاجة وحشة. صدقوني والله يا جماعة، انا اسألوني انا مجربة الموضوع دوت. اللقم بتمنع النقم، بتمنع اي شر داخل عليك. اسمعي كلامي يا قلب اختك كده وجربي ومش هتندمي.
جربي تصدقي باي حاجة بسيطة من الاكل اللي انتي بتعمليه. نيجي مع بعض بقى لاكلتنا بقى بتاعت زمان وطبلية زمان واكل زمان. هنعمل مع بعض دلوقتي الفرخة بتاعتنا العادية خالص اللي كانوا امهاتنا بيعملوها. نجيب فرخة معانا ونحطها في المحلول كده بتاعها، معلقتين طحين على معلقة ملح على كوبايتين 3 مية على ليمونة، وننزل بيهم كده ونسيبها كده، ونسيبها في المحلول كده يا جماعة نص ساعة كده لحد ما الزفارة بتاعتها كلها بتطلع. ونغسل اهم حاجة الفراخ يا جماعة، الفراخ بالذات بيبقى ليها ريحة زفارة، لازم تغسليها كويس بالمحلول بتاعها عشان تشيلي منها ريحة اي زفارة. وبتشيلي الجناحين الصغيرين بتوعها وبتشيليها من ورا كده زي ما احنا شايلينها كده، وبتشيلي الجلد بتاع الرقبة ترميه برضو. كل الحاجات دي بتعمل زفارة للفرخة. وبتشيلي برضو الفشة بتاعتها. نيجي مع بعض هنا يا جماعة نعمل حبة رز كده بشعرية. النهاردة دي طبلية زمان. هنقلب مع بعض الشعرية كده زي ما انتوا شايفين كده، ونخلي لون الشعرية معانا ذهبي خالص كده. ما نحمرش الشعرية قوي عشان الشعرية ما تتحرقش معانا. نديها اللون الذهبي وننزل عليها على طول بالرز بتاعنا، ونشمع الرز بتاعنا من الزيت او السمنة اللي محطوط معانا. اهم حاجة الرز بيحتاج معلقة سمنة ومعلقة زيت علشان خاطر الزيت بيلمع الرز معانا. هنقلب مع بعض كده الرزاية ونشمع الرزاية مع الشعرية بتاعتنا، ونقلب فيها لحد ما المية بتاعت الغسيل بتاعتنا تنشف خالص. لازم مية الرز بتاعتنا تنشف خالص عشان خاطر الرزاية تطلع معاكي مفلفلة. زي ما احنا شايفين كده بنغسل الرز وننزل بالكوباية التانية معانا من الرز، ونقلب الرز معانا كويس خالص كده لحد ما ينشف معانا. هنقعد نقلب فيه شوية كده، وبعد كده نغلي مية من الكتل وننزل بيها على طول على الرز بتاعنا. اللهم بارك. زي ما احنا شايفين كده الرز بتاعنا هيطلع مفلفل وزي العسل. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والمشاركة يا جماعة. اهم حاجة تشاركوا معانا في القناة بتاعتنا عشان يوصل لكم معانا كل جديد، والقناة تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. ننزل بمية من الكتل زي ما احنا شايفين كده، واول ما المية بتاعتنا تتشرب بنوطي على الرز على طول. ما ننساش معلقة الملح يا جماعة، معلقة الملح بتاعتنا اهم حاجة، ما نكترش فيه، هو معلقة ملح بس اللي بنحطها. ونوطي عليه ونسيب الرز بتاعنا يتشرب خالص. زي ما احنا شايفين معانا النهاردة الملوخية بتاعتنا الترند اللي هي اليومين دولت الموسم بتاعها. ومعانا هنا ربطة ملوخية او حسب ما تحبي الكمية اللي عندك بتجيبيها على قد عدد الافراد اللي عندك. انا هنا جايبة معاكم ربطة ملوخية واحدة بس هنعملها مع بعض النهاردة. احنا كده كده بنحب نعمل الملوخية صبحة على طول، جديدة بجديدة على طول، ما بنحبهاش تبات عندنا كتير. زي ما انتوا شايفين هي ربطة ملوخية واحدة بس، بنعمل طبقين على القد بالظبط. بتغسليها وبتنزلي فيها على طول. بعد ما بتغسليها كويس بننزل فيها على طول على كوبايتين شوربة، وتنزلي بالورق بتاعها. يكون الورق بتاعها زي ما انت شايفة كده اخضر، وتكون صابحة معاكي وجميلة. تنزلي عليها على طول على كوبايتين شوربة، تاخد معاكي يا دوبك بس بالظبط هي غلوتين عشان خاطر اللون الورق بتاعنا الاخضر ما يقلبش معانا على طول. ننزل يا دوبك تاخد غلوة واحدة والتانية، وتنزلي على طول عليها من على النار وتسيبيها تهدى معاكي شوية. وبعد كده زي ما احنا شايفين كده نهدي النار عليها. اهم حاجة يا جماعة مكعب المرقة، نحط معانا مكعب مرقة ماجي زي ما انتوا شايفين كده. نحط مكعب مرقة يعزز معانا طعم الملوخية، بيديها طعم ونكهة جميلة. وتحطي الفلفل الاسود بتاعنا. وهننزل هنا بعد ما الملوخية بتاعتنا تهدى شوية بننزل على طول بالهاند بلندر. مش عايزاها تهدى مفيش مشكلة، تقدري تضربيها بالهاند بلندر لحد ما تديكي القوام اللي انت عايزاه. ما عندكيش هاند بلندر بتنزلي عليها في الخلاط على طول، وبتنزلي برضو عليها لحد ما تديكي القوام اللي انت عايزاه. ما عندكيش خلاط، عندك اكيد الكبة برضو انزلي عليها في الكبة مفيش مشكلة، اللي في مستطاعتك اخلطي بيه. الملوخية بتاعتنا جميلة بتديك القوام اللي انت عايزاه، بس اهم حاجة تديها الشوربة المناسبة. يعني مثلا تديها مثلا كوباية ونص كوبايتين حسب اللي انت القوام اللي انت عايزاه. بتخلي الشوربة جنبك وتزودي زي ما انت عايزة. نضربها كويس كده لحد ما تدينا قوامها المناسب اللي احنا عايزينه. وبعد كده بننزل بنجيب راس توم كويسة نقشرها ونفرمها ناعم،
وننزل عليها في الطاسة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. انا كنت حاطة معلقة من اللية ومعلقة من السمنة، وننزل عليها براس توم كبيرة كده مفرومة، لان الملوخية هي بتحب التوم اكتر حاجة والكزبرة الناشفة، فبتنزلي عليها كده براس توم كبيرة، تنزلي عليها بكزبرة ناشفة. الملوخية بتاعتنا هي زي ما انتوا شايفين بقلبها معاكم خضرة وجميلة، واتعملت معانا بالظبط في 3 دقايق، ما كملتش 3 دقايق معانا. نقلب كويس. التومة بتاعتنا دي انا كنت مفرزاها زي ما انتوا شايفين كده، التومة بتاعتنا ديت متفرزة يا جماعة. ونقلب كويس قوي 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 في التومة بتاعتنا، ما نسيبهاش من ايدينا عشان التومة ما تتحرقش من الجناب. نفضل نقلب في التومة بتاعتنا كده عشان خاطر ما تسودش معانا. ننزل عليها بمعلقة كبيرة من الكزبرة. عامة الملوخية يا جماعة روحها التوم والكزبرة، زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، روحها التوم والكزبرة. احنا بنديها توم وكزبرة كتير، وحسب ما تحبي برضو، يعني اللي ما يحبش براحته برضو، بس هي عامة روحها التوم والكزبرة الناشفة. نقلب فيها كده، ما نسيبهاش من ايدينا عشان النار ما تخدعناش وتتحرق معانا. زي ما انتوا شايفين كده هننزل عليها على طول بالملوخية. اول ما تاخد لون صفار معانا كده وتبدأ نحس ان هي اتحمرت بسيط، ننزل عليها على طول بحلة الملوخية بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين كده هننزل على طول بالملوخية بتاعتنا اهو. اللهم بارك. بصي على المطة بتاعتها كده هتلاقيها بتمط معاكي لفوق، لو رفعتها لفوق اكتر هتمط معاكي زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. ريحة وطعم ما اقولكوش، تستاهل بقكم. اللهم بارك، بصراحة جميلة جدا، جربوها مش هتندموا. واسهل طريقة ملوخية واتعملت معانا بالظبط في 3 دقايق. وبكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا اكلتنا الجميلة بتاعتنا بتاعت زمان، اللي كانت دايما 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 على طبليتنا زمان، الملوخية الخضراء اللي ما كناش بنستغنى عنها، وحلة الرز اللي بالشعرية، وحبة اللسان العصفور اللي ما كناش بنستغنى عنهم زمان. ومعانا دلوقتي خلصنا اكلتنا وعملنا حبة بتنجان سريعا كده، وحطينا مع بعض الرز ولسان العصفور والملوخية والبتنجان المخلل، وبألف هنا على قلوبكم. وهنبدأ مع بعض وصفة جديدة من وصفات زمان برضو، بس زمان كانوا بيسموه الرز المبهر والفراخ المقرمشة. دلوقتي احنا طلعنا عليه الرز الريزو والفراخ الفرايدن تشيكن، واحنا مع بعض برضو هو نفس الطريقة ونفس المكونات والمقادير. بس زمان كانوا اهالينا بيعملوا حاجتهم بالبركة، احنا برضو لينا برضو تكتنا الجديدة اللي احنا دلوقتي بنعملها مع بعضنا. عملنا البطاطس المحمرة والفراخ المقرمشة والرز المبهر اللي هو اسمه رز الريزو دلوقتي، وعملنا حبة سلطة خضراء، وعملنا معاهم الصوصات بتاعتهم. وهنبدأ مع بعض مقادير الخلطة بتاعتنا الجبارة. هنجيب فرخة زي ما حضراتكم شايفين كده، فرخة تكون صغيرة او حجم متوسط، ما تتعداش 1.4 كيلو عشان ما السوا بتاعها. اهم حاجة فرختنا تكون صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. جبناها وقطعناها على 8 قطع. ما ننساش منقوع المية بتاعها اللي بنغسلها فيها، اهم حاجة ننقعها كويس في مية بطحينة بخل بليمون بمعلقة ملح، ونسيبها نص ساعة ونطلعها عشان تشيل منها الزفارة واي ريحة مش كويسة في الفراخ بتاعتنا. وهننزل بعد كده مع بعض بالمقادير بتاعتها اللي هنعمل بيها الفرخة بتاعتنا. هنجيب معانا كوباية دقيق، عليها ربع كوباية نشا، ومعاها معلقة كركم، ومعاها الملح والفلفل بتاعنا. وهنجيب طبق مية متلجة او مية عادية زي ما تحب، بس اهم حاجة تكون مية متلجة. وهنعملها، معلش يا جماعة المقطع اتقطع مني معرفتش اكمل لكم تصويره، فعشان كده هعرفكم الطريقة بتاعته بتتعمل ازاي واحنا مع بعض دلوقتي. انا جبت الفراخ بتاعتي وغلفتها بالدقيق، ونزلت عليها في المية اللي هي متلجة، وطلعت من المية المتلجة على الدقيق مرة تانية، وطلعت بيها على الكيس والطبق الفل زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بنحطها في الفريزر لمدة يوم كامل او يومين، لان لازم تاخد معاكي في الفريزر فترة كده، عشان لما تيجي تسويها بيفيدنا جدا ان هي محطوطة في الفريزر زي كده، عشان لما تيجي تسويها تستوي معانا. وهننزل مع بعض كده بمقادير الرز بتاعنا.
زي ما حضراتكم شايفين كده هننزل بمقادير الرز، كوبايتين رز، البهارات بتاعتنا، الصلصة بتاعتنا، الصوص البابريكا، ومعانا البابريكا، ومعانا البصلتين مفرومين، ومعانا مكعبين مرقة دجاج. دي مكونات الرز بتاعنا اللي هو المبهر. حابة انتي تعملي مكان الصوص البابريكا دوت، زمان كانت معلقتين صلصة، دلوقتي طبعا في صوصات وفي حاجات كتيرة نزلت، فبنعمل باللي احنا ايه، كل ما حاجة بتنزل جديدة بنعمل مع بعض وصفاتنا ايه، بنجدد فيها. بس برضو دي كانت زمان بيعتمدوها، اسمها فراخ مقرمشة، كانت بتتعمل فراخ مقرمشة عادية كتجديد نوع من الاكل يعني. وهننزل مع بعض كده هوت في حلة كده عشان نعمل معانا الرز بتاعنا الجبار، الرز المبهر او الرز الريزو زي ما بيقولوا عليه. هنعمله مع بعض كده هوت. هننزل مع بعض بمعلقتين زيت نضيف، اهم حاجة زيت نضيف. تنزلي بربع كوباية كده او معلقتين حسب الكمية اللي بتعمليها، وننزل عليها بالبصلة كده زي ما حضراتكم شايفين معايا. تابعوني خطوة بخطوة يا جماعة، عشان ايه، الرز ده طعمه حكاية، رز جبار والله، جميل جدا، جربوه. عايزاكم كل اللي يشوفوا يا جماعة يجربوا ويقول لي رأيكم في التعليقات. هنقلب البصلة معانا شوية كده لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل شوية، اهم حاجة البصلة بتاعتنا تدبل عشان ما تبقاش باينة معانا في الرز. نفضل ايدينا كده في البصلة وننزل عليها على طول كده بالبهارات بتاعتنا، عشان ايه، الزيوت العطرية اللي في البهارات بتاعتنا كلها تطلع معانا في صوص البصلة بتاعتنا. نزلنا هنا الاول بمكعبين مرقة ماجي، اهم حاجة مرقة الماجي يا جماعة بتعزز والله الطعم، جربوها جميلة جدا، بتعزز الطعم بتاعنا. وفي يوم كده هنعمل مع بعض كده يوم نعمل فيه مرقة الدجاج البيتي. وهننزل مع بعض كده بالبهارات بتاعتنا دوت، هننزل مع بعض كده بالبابريكا، ومعانا معلقتين كاري، ومعلقة كركم هننزل بيهم برضو هيكسر معانا اللون، ومعلقة ملح كده هوت، بهارات ملح كده بشطة بكمون بفلفل اسود بالبهارات بتاعتنا. ونقلب مع بعض كده، وهننزل بمعلقتين صلصة، كاتشب، صوص بابريكا، زي ما تحبي اللي متواجد عندك، ما تعطليش نفسك اعملي. زمان كانوا بيبقوا معلقتين صلصة في الرز المبهر ده. ونقلب مع بعض كده ونطلع كده ايه الزيوت العطرية اللي في البهارات كده، نطلعها معانا كده في الصوص كده، تدي النكهة والريحة بتاعتها. ما اقولكيش الريحة بتاعتها جايبة اخر الشارع، والله والله ريحته فظيعة وجبارة. وهننزل عليهم كده بكوباية مية من الكاتل او كوبايتين زي ما انتوا شايفين كده، حسب الكمية اللي انت هتعمليها. انا هنا هعمل كوبايتين رز، انت بقى حسب كميتك زي ما تشوفي، انت بقى بتقدري ايه مقاديرك حسب كميتك. زي ما انتوا شايفين كده نسيب البصلايه تاخد غلوتين 3 كده عشان تدبل وتطرى معانا وما تبقاش باينه قوي في الرز، احنا مش عايزين البصله بتاعتنا تبان في الرز. واللي مش حابب البصله خالص تبان في الرز بتبشريها بشر ناعم جدا جدا وبتقلبي، مش هتبان معاكي ومش هتحسي بيها. نزلنا باول كوبايه رز كده، وهنغسل كمان كوبايه رز، نغسلها كويس اوي من النشا بتاعها، عشان النشا بتاعها ده يا جماعه بيعجن الرز معانا. ننزل بكوبايتين رز كده زي ما انتوا شايفين، ونقلب كويس جدا الرز بتاعنا. ما تقلقيش مش هيعجن معاكي خالص، طالما المية معاكي مغلية هو مش هيعجن معاكي خالص، وطالما الدهون بتاعته مظبوطة خلاص ما تقلقيش منه. نقلب كويس ياخد بالظبط غلوتين يبقى مندي معانا كده، ونوطي عليه. دايما يا جماعة ما نخليش الرز بتاعنا ينشف قوي من المية بتاعته، اهم حاجة الرز بتاعنا يكون مندي شوية عشان السوا بتاعنا يكون مظبوط، ولا يتحرق من تحت ولا منه برضو يعجن معاكي. لا تزودي المية ولا تقللي المية، ميتنا تبقى مظبوطة عقلة صابع كده من فوق الرز. ميتنا دايما يا جماعة تبقى مظبوطة، ودايما نوطي عليه وهي المية مندية فيه زي ما انتوا شايفين كده اهو. نوطي على الرز خالص وهي المية بتاعته مندية علشان خاطر يديك النتيجة المظبوطة. وصلوا على رسول الله كده، ودعمونا بلايك وشير، واشتركوا في القناة، وفعلوا زر الجرس معانا. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو الرز بتاعنا كده خلصنا الرز بتاعنا. وهنحمر معانا
الفراخ بتاعتنا هنا دي كان ليها يومين في التلاجة، كنت عملتها قبلها وحطيتها في التلاجة. هنحمر في زيت سخن، مش زيت بيغلي، زيت سخن، السخونية بتاعته درجة الحرارة تكون معقولة عشان الفراخ ما تتحرقش من بره وتبقى نية من جوه، تكون معانا معقولة. اول ما ياخد معانا السخونية بتاعتنا كده، واول ما نحس ان الزيت بتاعنا بدأ يغلي قوي بنوطي عليه النار عشان خاطر يبقى طري من جوه ومقرمش من بره. زي ما انتوا شايفين كده، اهالينا برضو زمان كانوا بيتفننوا في الاكل بتاعهم، بس احنا دلوقتي طلعنا اسامي على الاكل وطلعنا حاجات جديدة جدا للاكل بتاعنا، وبهرناه شوية بحبة البهارات الجديدة اللي هي طالعة، اللي هو زمان طبعا ما كانش موجود كل الكميات الرهيبة ديت، كان موجود بس اللي هو الفلفل الاسود والبهارات العادية. دلوقتي بقت البهارات اشكال وانواع وحاجات كتيرة قوي، فطبعا الحاجات دي طبعا بدأت تدي معانا نكهات للاكل واطعمة مختلفة. بس طبعا مش هننسى زمان واكل زمان. احنا كده قلبنا مع بعض كده الفراخ بتاعتنا، وهنطلع فيها في طبق. يا جماعة اهم حاجة الطبق بتاعنا يكون سلك وتحتيه طبق، بلاش المناديل وبلاش الحاجات اللي هي بتعجن الفراخ بتاعتنا وتطريها معانا تخليها تبقى عاملة زي المية. لازم البخار بتاعها كله يتبخر على الطبق السلك بتاعنا، ده اهم حاجة تبخريه على الطبق السلك. هي ديت التركات بتاعت دلوقتي، زمان كانوا بيطلعوها عادي خالص مفيش مشكلة فكانت بتطرى معاهم، لكن دلوقتي في حاجة اسمها بيطلعوها في المطاعم وفي الاماكن الكبيرة على الطبق السلك بتاعنا دوت، عشان تفضل مقرمشة وجوسي معاكي من جوه وطرية من جوه. هنخلص كده نحط حطة كمان كده هو مع بعضنا، نحط كمان مرة كده، ايوه مع بعض كده اهو، خطوة بخطوة. خليكي معايا وهتشوفي كل التفاصيل معايا عشان ما تفوتكيش حاجة معانا هنا. خليكي معايا في طريقة السوا بالذات، عشان يطلع معاكي سوا مظبوط. كملوا معايا الفيديو يا جماعة، وما تنسوش اللايك، اهم حاجة اللايك بتاعنا. لو عجبتكم الطريقة اعملوا لنا اللايك والشير يا جماعة، وصلوا على رسول الله واستغفروا، اهم حاجة الاستغفار وذكر الله. كل دوت بيدينا بركة مع بعض كده في اليوم وفي الأكل وفي الشرب. كل ما احنا بنذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب، هتلاقي طمأنينة كده على قلبك وفي بيتك وفي حياتك ومع أسرتك، وهتلاقي بركة في أكلك وفي شربك وفي بيتك ومع أهلك ومع ناسك. وبكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا مع بعض الوصفة بتاعتنا، وعملنا حبة الرز وحمرنا معاهم حبة بطاطس، وحطينا الكاتشب وحطينا صوصات المايونيز على الكاتشب، وعملنا مع بعض السلطة الخضراء، وعملنا الرز بتاعنا بقى. وبتشكلي براحتك وبتحطي عشان ايه كل اللي يشوف اكلك يحب ياكل منه، لان العين بتاكل قبل الفم. معانا كده خلاص خلصنا الوصفة بتاعتنا كده، اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده الكاميرا جايبها لكم كل حاجة كده اهو جايبين لكم السلطة الخضراء الجميلة، وجايبين لكم الرز المبهر اللي طلع شكله جميل جدا وطعمه احلى واحلى، والفراخ المقرمشة بتاعتنا خلصناها اللي هي دلوقتي بيتقال عليها فرايدن تشيكن. والرز اللي جنبنا اللي جنبها دوت بيتقال عليه رز الريزو، اللي هو الرز المبهر بتاعنا العادي. كل حاجة دلوقتي اتعمل لها افتكاسات. معانا اهي هنا ده كده اول الوصفات بتاعتنا كده واحدة واحدة بنجيب لكم كده اهي صور الوصفات بتاعتنا بعد ما عملناها وخلصناها مع بعض كده. اكلاتنا الجميلة، ورق العنب والكرنب والملوخية الخضراء وجمالها بقى وطشتها على الوش كده، بتعملي لها طشة. ومعانا هنا بطتنا الجميلة، ومعانا الورق العنب، ومعانا الكرنب وحبة المخلل، اللهم بارك. الراعي الرسمي ده للعزومات، والراعي الرسمي دوت للمناسبات بتاعتنا كمصريين. اهم حاجة عندنا دكر البط دوت في المناسبات وفي العزومات. دكر البط الجبار ده الشهير دوت في كل عزومة وفي كل مناسبة بتلاقيه موجود على الطبلية عندنا. اللهم بارك اكلنا، اللهم بارك عليه. ما تنسوش يا جماعة تخشوا تعملوا اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان خاطر يوصل لكم منا كل جديد، والقناة تكبر بيكم وليكم.
ولكل حبايبكم اشتركوا معانا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد وتوصل لكم وصفاتنا كاملة علشان تستفيدوا منها بإذن الله. تابعونا يا جماعة خطوة بخطوة، عايزاكم تتابعوا القناة خطوة بخطوة. هنخرج خروجات مع بعض بإذن الله تستفيدوا منها، وهنروح مطاعم وهنروح كافيهات، وبإذن الله كل حاجة هتشتركوا معايا فيها خطوة بخطوة. وانتظروني في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.